السلام عليكم، وايه الاخبار؟ بتمنى انكم تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حسونا يتكلم. النهارده هنستكمل البلاي ليست بتاعتنا في الشرح بتاع نوشن بموضوع مهم جدا، وهو البيجز، او كما شبهناها في الفيديو السابق بقطعه الارض اللي ببدا ان انا ببني عليها. طيب، تعالوا ننتقل كده للانترفيس سريعا بتاع نوشن، وخلينا نرجع للاكونت الاساسي اللي انا شغال عليه. انا بفكر مثلا كراجل بعمل كونتنت ان انا عايز انظم الافكار بتاعتي، بحيث ما افضلش اكتب عندي على النوتس على الموبايل وما اكونش عارف ده تبع ايه ودي راحت فين ودي جت منين، واحيانا يضيع مني افكار كتير. فعملت سيستم كده سريع، رحت جاي مكريت بيج. البيج دي قطعه الارض بتاعتي، سميتها حسونا سبيكس كونتنت هاب. اي فكره بتجيلي عايز اعمل لها انشاء محتوى او ان انا اشتغل عليها، مجرد فكره عبره لسه انا مش محدد اذا كانت تنفع ولا لا، بحطها في الفكره بتاعه الايديا انبوكس. وبعد كده لو انا قررت خلاص الفكره دي هشتغل عليها، وليكن مثلا هنا كانت حاجه اسمها البلاتفورم ده على سبيل المثال، فبعمل لها كده زي دراج اند دروب وبحطها في خانه السكريبتنج. ده معناه ان انا كلمه البلاتفورم دي او الحلقه دي شغال عليها حاليا في مرحله السكريبتنج، واقدر افتح واضيف السكريبت اللي انا كتبته. طيب، خلصتها والسكريبت مكتوب وجاهز، فبنقلها للريدي تو ريكورد. طبعا احنا الحلقه دي لسه في الايديا بوكس، فهنرجعها زي ما كانت. طيب، فدي فكره البيجز، وزي ما اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، ولكن احنا بنعيد التكرار عشان تكون متصور معانا هنبني ايه. فنوشن باي ديفولت لما احنا كريتنا الاكونت نزل لنا الصفحه اللي اسمها ويلكم تو نوشن، ودي هي البيج او قطعه الارض. طب هو بناها ازاي؟ هنا هو بنيها في صوره بلوكس. البلوكس دي عباره عن تشيك بوكسز، او اللي احنا بنسميها اختصارا التو دو ليست. فده بلوك، اللي تحته ده بلوك اخر. انت بتعرف منين ان ده بلوك؟ لما بتيجي جنبه هنا بتلاقي التسع نقط دول، تحته بلوك تحته بلوك تحته بلوك تحته بلوك، وهكذا. فهو بنى صفحه بتشرح لك ازاي تستخدم نوشن، فبيقول لك كرييت ان اكونت ويز نوشن، وشطب لك عليها لان انت اوريدي طالما وصلت هنا فانت عملت كرييشن لاكونت. بيقول لك تاني حاجه اعمل داونلود للديسكتوب اب بتاعنا عشان تقدر تشتغل على الاوفلاين مود وتقدر تستخدم نوشن في اي مكان تروح. فلو عملت تشيك هنا هتلاقيه شطب عليه، وهكذا. فهو استخدم الفكره بتاعت نوشن او قطعه الارض في ان هو يبني لك سيستم بسيط سيمبل جدا، يعرفك ازاي تستخدم نوشن في البدايه. طيب، فميزه نوشن ان هو بيقدر يتراوح ما بين حاجات بسيطه جدا لحد الحاجات الادفانسد اللي احنا شفناها في ان انا ازاي مثلا بتراك الجيم بتاعي، ازاي بتراك الفاينانشال بادجت بتاعتي. فانا لو هعمل صفحه، انا قدامي تو اوبشن اعمل من خلالهم الصفحه. اجي عند برايفت هنا واعمل اد بيج، او اطلع فوق عند علامه النوت والقلم ديت ونبدا ان احنا نعمل كرييت ا نيو بيج. عملنا بيج جديده. طيب، البيج بتتكون من ايه؟ في حاجات اساسيه احنا لن نتخلى عنها. يعني ايه؟ يعني انا النهارده هعمل صفحه مثلا عايز اعمل بيها تو دو ليست، فهسميها حسونه مثلا. طيب، حسونا ديت احنا عندنا هنا ثلاث حاجات ظهروا من فوق. اقدر اضيف ايكون للصفحه بتاعتي، لان احنا لما بنيجي هنا بنلاحظ ان الصفحه بتاعت نوشن ديت احنا عندنا هنا انا كتبت اسم البيج بتاعتي قدامي، طبعا زي ما احنا شايفين كانت هنا في ايكون موجوده جنب كل حاجه. لكن لما انا عملت بيج ظهرت ايكون مختلفه. ايكون البيج ودي غالبا هتكون كل ما بتعمل بيج بتظهر لك نفس الايكون. فانا عشان اغير الايكون هاجي بكل بساطه هنا هدوس اد ايكون. عندي ممكن اختار اي ايموجي انا حابه، في ايكونز هم منزلينها، او لو انت مش عاجبك كل ده تقدر تعمل ابلود للايكون اللي انت تحبها. اعمل سيرش على ايكونز على جوجل واعمل لها ابلود هنا عادي. احنا هنختار اي حاجه، ولنفترض هنختار ايموجي زي ده مثلا. ودي صفحه انا بدات اكريتها، مش عاجبني شكل الصفحه من فوق ومحتاج ان هي يكون ليها هيدر. هاجي اروح عامل حاجه اسمها اد كفر. اد كفر على حسب حسونه دي بتتكلم عن ايه. ولنفترض انا مثلا هعمل حاجه ليها علاقه بالتودو، او خلينا في الجيم مثلا. فلما عملت الجيم بدأت تظهر لي هنا صور ليها علاقة بالجيم من حاجة اسمها اون سبلاش. طبعا هم عندهم حاجات كتير موجودة، عندهم جاليري خاص بيهم تقدر تختار منه، تقدر تعمل ابلود لحاجة انت بتحبها عادي، او لو عندك اللينك بتاع صورة معينة. احنا هنا هندخل نسرش مرة اخرى على الجيم عن طريق اون سبلاش ونشوف. هختار مثلا صورة زي دي، خلاص هحطها. بدأت ان هي تظهر معايا. طيب، انا مش عاجبني مثلا الشيب بتاعها كده، او الصورة مش حاسسها كفاية، اقدر احركها براحتي اهو عشان اعمل لها ريبوزيشن بالشكل اللي يناسبني. فخلاص ظبطتها وادوس سيف بوزيشن.
في حاجه هنا اسمها اد كومنت. اد كومنت مثلا لو انا شغال مع تيم وهم ما يعرفوش الصفحه، انا لسه مكريت الصفحه دي وهم ما يعرفوش دي خاصه بايه، فانا بعمل هنا كومنت اي حاجه مثلا على سبيل المثال، وبروح عامل له سند. طبعا هم يقدروا يتفاعلوا مع الكومنت دوت بان هم بيعملوا رياكشن عليه او الحاجات دي، او ان هم بيعملوا ريزولف، يعني خلاص الكومنت ده ادى وظيفته وانتهى على كده. وطبعا احنا نقدر نشيله. انا عامه اشيله، ما بحبش احط كومنت للصفحه لان انا بشتغل على السبيس الخاصه بي انا، فالموضوع بسيط وابسط من كده بكتير يعني. طيب احنا خلاص كريتنا الصفحه، هنبدا ان احنا نبنيها ببلوكس مختلفه. طبعا البلوكس انا مخصص ليها حلقه مخصوص، فاحنا النهارده هنبدا بحاجات بسيطه يعني كده كامثله نبني بيها. مثلا انا هكتب حسن، هكمل اهو، هعمل اي تكست كده ضمي وخلاص يعني مش فارقه كده. انا بدات اكتب تكست، فممكن واحد يستغل ميزه زي دي، بيكتب مقالات مثلا، فبدل ما يروح للوورد ويكون عنده ابلكيشن للكالندر، لا هو بيبدا يكتب المقال بتاعه هنا، يحط عنوان المقال من فوق، يبدا ان هو يقسم المقال، يبدا ان هو يعمله ويضيف صور وكل حاجه، فيكون المقال بتاعه جاهز على نوشن ومستريح. طيب انا والله مش عاجبني الكلام ده، هروح عامل حاجه اسمها سلاش عشان ابدا اضيف البلوكس. هيكون عندي سلاش، سلاش دي بتضيف لي ايه؟ بتضيف لي البلوكس اللي احنا هنتكلم عنها في الحلقات الجايه تفصيليا، ولكن احنا النهارده هناخد الحاجات البيزك من البلوكس اللي اسمها بيزك بلوكس، مش كلها ولكن هناخد حاجات بيزك. تكست اللي احنا لسه عاملينها، التكست انت مش محتاج انك تعمل سلاش تكست لان انت تقدر تكتب اوتوماتيك زي ما احنا كتبنا في المره اللي فاتت. خلينا نعمل سلاش تاني ونشوف حاجه جديده زي H1. لو انا عنوان ال H1 وال H2 والحاجات دي اللي ما يعرفش، هي نفس فكره التكست، ولكن H1 لو احنا بنكتب مقال مثلا، في H1 هو العنوان او التايتل بتاع المقال، H2 الحاجات اللي هي عناوين الباراجرافز اللي تحتها. فمثلا انا لو هعمل حلقه النهارده هتكلم فيها ما هو نوشن، فما هو نوشن ده عنوان المقال اللي هو ال H1. طيب ولما هبدا ان انا اقسمه، المقال بيتكلم عن ايه؟ تعريف نوشن، فده H2. وتعريف نوشن ده ابدا اكتب تحته كلام كتير فيكون H3 او H4 على حسب اللي يريحك. تمام. طيب باجي مثلا تحت مميزات نوشن وعايز اعمل مميزات نوشن دي H2، وعايز اعمل تحتيها بوليت ليست زي اللي موجوده قدامك دي اللي هي اونر شيب والتريزم. فهبدا ان انا احط H3 هي الحاجات ديت. فعامه حاجات بسيطه يعني غالبا مش هنلجأ ليها كتير، ولكن انا بقول لكم عن الحاجات اللي ممكن تساعدكم. طيب عندنا حاجه تاني وهي فكره الليست. في بوليت ليست اللي هو انا مثلا هكتب اسامي الناس مثلا اللي رايحين معايا الحجز النهارده، مثلا حسن، احمد، تومي مثلا، اي حاجه. فدي شكل الليست اللي هي بتبدا ان هي تظهر معانا. طيب نشوف حاجه جديده، ليست جديده من الحاجات البيزك. ده H2 مثلا، كتبت عنوان كده اي حاجه وبعد كده هنزل اعمل سلاش. في عندي نمبر ليست، يعني ايه؟ مثلا انا عندي عنوان زي HHH ده، هكتب تحته الحاجات GHG اي حاجه. فدي شكل البوليت ليست اللي انا بوريها لكم. طيب هنمسح ده كله، نعمل سلاش جديده، نشوف حاجه زي التودو ليست. التودو ليست زي ما احنا عارفين الطبيعي، مثلا انا النهارده رايح الجيم، شوبينج، او ولما بخلص حاجه بدوس عليها بتتشطب اوتوماتيك. طيب نشوف حاجه جديده غير الليست بتاعتنا احنا، التوجل ليست. توجل ليست فكرتها ان انا النهارده مثلا هي حاجات تحت بعض بس انا مش عايزها تبان. يعني مثلا الجيم ده اقدر افتحه فيكون جواه بلوكس جديده. يعني الجيم مثلا انا النهارده عندي بوش، بس انا مش عايز افضل كل ما ادوس على حاجه يظهر لي ان عندي بوش. فخلاص انا لما بعمل كده بخفي كلمه بوش تحت الجيم، بس لما بفتح الجيم بيطلع ان انا مثلا عندي بوش. تمام. دي فكره التوجل ليست. طبعا انا بستعرض البيزك بلوكس بس، لكن البلوكس الادفانسد شويه هنبدا ان احنا نتكلم عنها في حلقات منفصله. ممكن اعمل بيج جديده جوه البيج. يعني انا مثلا تمرينه البوش دي حلو، طب هي تمرينه البوش انا بلعب فيها ايه؟ فهعمل بيج جديده. طبعا هي هتلاحظ ان هي بقت صب من حسونه، فهسميها مثلا بوش. وجوه بوش دي هبدا اكتب انا بلعب ايه، مثلا هعملهم في صوره يعني اهو. لما نظهر كده جوه البوش دي هبدا ان انا اكتب اللي انا يريحني
في الشغل بتاعي. ممكن اعملهم على شكل، ولنفترض مثلا تو دو ليست مثلا، يعني هلعب شيست اي حاجه، فهتكمل بالطريقه ديت. انا بقول حاليا السيستم البيزك بتاعنا بيكون عامل ازاي. طيب ده البوش. شوف حاجه بيج جديده جوه البيج الاساسيه بتاعتنا. في عندنا حاجه اسمها الكود او ان انا هكتب مقال بيظهر بشكل بقى كده مفصل. خلينا هنا اسف على ده اي مش هنكتب احنا مثلا تكست هنا كده اي حاجه. ده بيظهر بشكل كوت، ان هو بيبقى جنبه اللاين الابيض ده، فبيميزها لك ان اللي انت كاتبه ده كوت. طيب نيجي البيزك بلوك تاني معانا، وهو حاجه زي الكول اوت اهو، بيظهر لك بالشكل ده. حاجه ليها باك جراوند وليها ايكون. الايكون طبعا تقدر تغيرها بكل سهوله. مش عجباني الايكون دي، هحط يا عم الايكون دي. مثلا انا عايز اعمل زي تحذير للي هيجي بعدي ان الصفحه دي والله في حاجات معينه احنا محتاجين نشتغل عليها فيرست. دي مثلا كي، واقدر طبعا اغير اهو الكولر احنا عندنا حاجتين: تكست كولر اللي هو الخط بتاع الكلام نفسه، فهنا خليه بيربل، فلو تلاحظوا ان الكلام بقى بيربل. والكولر عندنا الباك جراوند نفسها اللي كانت موجوده، فممكن اخليها مثلا حاجه زي كده. فاهو ده الباك جراوند بتاعه الكول اوت اللي موجود. فده شكل الكود، ده شكل الكول اوت. طبعا انت بتظبط بالحاجه اللي تناسبك. يعني انا مثلا عايز خلاص تمرينة الجيم بتاعتي عايز اخلي الكول اوت دي فوق عشان تقول لي مثلا ما تنساش. انا واحد من الناس بنسى ان انا اسخن مثلا، فهعمل هنا زي اللي هو ما تنساش التسخين واكتبه. تمام. وطبعا التكست بيقدر يتظبط بالحاجات العاديه اللي احنا كلنا عارفينها: ايتاليك وولد واندرلاين. وممكن تعمل لينك لو انت حابب. فكل ده انت بتقدر انك تظبطه من هنا. طيب نيجي لبيزك بلوك تاني، هي فكره الديفايدر. يعني ايه ديفايدر؟ انا مثلا كاتب عامل لينك هنا البيج وكاتب تحتيها كود، فمش منطقي الحاجات مترتبه كده غلط تحت بعض. لا، انا هطلع هقول له ديف، فبيظهر لي حوار الديفايدر خط اهو، ولما باجي جنبه بقدر ارفعه لفوق، فيبقى عملت فاصل كده زي ما بين الصفحه بتاعت البوش بتاعتي، تمام، وما بين الكود اللي انا عامله. وبكده احنا بنكون عرفنا الشكل البسيط جدا اللي ممكن تبني بيه سيمبل بيج على نوشن، وازاي نبدا نتعامل مع البلوكس المختلفه. طبعا البلوكس اللي احنا اتعاملنا معاها دي حاجات بيزك، ولكن هي كافيه جدا ان هي تظبط لك مثلا تو دو ليست زي اللي احنا عملناه. انا كول اوت النهارده ما تنساش التسخين في الجيم، وابدا اعمل تو دو ليست بتاعتي ان انا هروح الجيم وبعدها هعمل شوبينج مثلا. يعني انا بتكلم على سيستم بسيط وبدائي جدا. هعمل التو دو ليست بتاعت اليوم، بس انا في حاجه دايما بنساها الصبح، بنسى اذكار الصباح، فبروح انا عامل التو دو ليست بتاعتي كامله، ونبدا ان احنا نرص فيها الحاجات. بس اروح عامل كول اوت هنا مثلا ما تنساش اذكار الصباح قبل ما تنزل، واروح اعمل التو دو ليست بتاعتي. المفروض هروح الجيم، هروح الكليه، هعمل شوبينج، هخرج مع اصحابي، هذاكر، هخرج شويه مع نفسي. اللي انا حابب ان انا اعمله ممكن اعمل مثلا لينك لبيج اللي هي التمرينه بتاعت البوش زي ما احنا قلنا، وهكذا. فده بشكل بسيط جدا عشان ما تتخضش فكره البيج في نوشن عامله ازاي، وازاي انك تبدا تبنيها. فالمطلوب منك بعد الحلقه دي ان انت تخش وتحاول، انا ما بقولكش انك تبني سيستم، حاول قدر الامكان تعمل بيج بسيط. حتى لو هتعمل نظام مقال، هكتب هنا عنوان المقال وابدا ان انا اقسمها H2 H3 و H4، وابدا لحد لما اخلص ايه المقال بتاعي وبكون تمام. حابب اجرب برضو مفيش اي مشكله، كل ده هيكسر عندك الرهبه في ان انت تتعامل مع نوشن. وانا هحاول قدر الامكان كل فتره من البلاي ليست بتاعتنا ان انا ابني معاكم سيستم متكامل. فدي كانت فكره البيجز والبيزك بلوكس. ان شاء الله المره الجايه هنبدا نتقدم اكتر في فكره البلوكس اللي احنا ممكن نستخدمها في نوشن هتكون عامله ازاي. فبشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.